الاهلي بيخسر من الترجي في ماتش هو اللي ضيعه على نفسه. يعني الاهلي الشوط الاول هو راكب الماتش، مضيع فرص. ياستروب عامل شغل في الملعب، كان واضح اول مره اشوف شغل الياستروب. تريزيجيه جاب جون في الدقيقه 10. الدنيا المفروض ان هي خلاص، انت ركبت الماتش وركبت الترجي نفسيا، والترجي ما كانش عارف يطلع من منطقه جزائه. زيزو في مكانه وينج رايت، وده المكان الوحيد اللي زيزو ينفع يلعب فيه، غير كده عك. جه الشوط الثاني بعد ما دخل فيه الجون الدنيا اتلخبطت معاه ونقله وينج ليفت، والقصه اللي هي الحزينه اللي بيعملها دي. وزيزو لما بيروح وينج ليفت ما بيكونش موجود، هو زيزو وينج رايت، يروح على الخط يعمل لك اوفر، شكرا، هو ده زيزو. الشوط الثاني لما بدأ الترجي ابتدى يفهم ان وقفته في منطقه جزاء وهتجيب الاهلي عليه وهتخليه يجي في جوان. خرجوا بره، احسن شوط اشوفه للترجي. خرجوا بره، ابتدوا يعملوا نقلات، يكسبوا ثقه، يوصلوا للجون بتاع الاهلي. الفيرو بتاعهم رقم 22 اللي جاب الجون في الدقيقه 52 خد كوره وحط كالعاده ياسر ابراهيم في ظهره وراح شاط واحده، شوبير طلعها. بعديها بشويه الراجل بتاعهم بينزل ينساس عشان يقدر يمسك كوره، فكانت بانت نيته ان هو عايز يجيب جون. هو عايز يجيب جون عشان هو عارف ان هو لو فضل يدافع الاهلي هيجيب فيه جون وهو مش هيلحق يعوض. قال لك انا اجيب جون يبقى الاهلي محتاج يجيب فيها جونين، وحصل اللي هو عايزه. ونفس المهاجم رقم 22 اللي هو مصدر الخطوره بتاعهم الوحيد تقريبا يجيب فيه الجون بغلطه من بن شرقي. بن شرقي سرحان تايه، ما اعرفش هو سابه في الملعب للاخر ليه. انا يعني دي من الحاجات اللي انا حاطط عليها 20 علامه استفهام. يعني انت سايب بن شرقي، بن شرقي ضايع ضايع مش موجود. هو كان بيلعبه كفيرود، نزل نص الملعب، قام عامل باص للترجي، عمل لهم مرتده محترمه، جه منها الجون. بعديها بشويه هادي رياض بتهور غريب بيروح يشيل الراجل ويلبس ضربه جزاء، الترجي يجيب الجون التاني. وبقى الاهلي في التوقيت ده محتاج ان هو خلال 20 دقيقه، اللي هو من الدقيقه 68 او من الدقيقه 70 على ما سنطره، محتاج خلال 20 دقيقه يجيب كام جون؟ يجيب 3 اجوان. طيب هل الاهلي بالمستوى ده وبالشكل ده يقدر يجيب 3 اجوان في غزل المحله مش في الترجي؟ صعب جدا. الظروف رجعت خدمت الاهلي شويه صغيرين. في الدقيقه 84 مروان عثمان كورنر من زيزو جابوا جون. الاهلي ابتدى يضغط، بس طبعا سايب مساحات ورا واللعيبه خلاص ما بقاش في تركيز. كورنر للترجي في الدقيقه 93 يجيب في الجون. طيب قبل الجون ده انت ضيعت كام جون؟ ولا جون، ما ضيعتش حاجه، ما روحتش اصلا عشان تضيع. وبالتالي مبروك للترجي، مش هارد لك للاهلي، لان الاهلي ما عملش الحاجه اللي اتقالوا عليها هارد لك.